أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم في فيديو جديد عن عالم الأسماك. بس طبعا قبل ما نبدأ الحلقة مع بعض، أنا حابب أشكر كل الناس المحترمة اللي دعمتنا بالاشتراك في القناة وعملت لنا لايك وعملت لنا شير. وفضلا لو حضرتك أو حضرتك أول مرة بتشاهدوا القناة عندنا، تدعمونا بالاشتراك وعمل لايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. فيديو حلقتنا النهاردة عن كائن يمكن غريب شوية، يمكن بعض الناس مننا يمكن ما شافتوش خالص. ده طفيلي بيسمى بقمل الأسماك أو قرادة الأسماك. ده بيسمى نسبيا يعني للقمل بتاع قمل الرأس أو الشعر اللي بيبقى في الإنسان أو في الحيوان. ليه؟ لأنه هو بيبقى متطفل، بيقتات على غيره من باقي الكائنات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بيبدأ يدخل للأسماك عن طريق الخياشيم كده، بيدخل ويلتصق في الخياشيم وبيمتص الغذاء بتاعه من الخياشيم من دماء الأسماك. بيفضل يمشي في الرأس كده من عند الخياشيم لغاية لما بيدخل كده في فم السمكة زي ما حضراتكم شايفين، بيوصل لغاية اللسان، بيلتصق ويتمسك جيدا باللسان، ويفضل ياكل في اللسان لغاية لما بيصبح هو أساسا مكان اللسان اللي موجود جوه السمكة. علشان كده بيسمى بآكل اللسان. طبعا القمل ده أو قرادة الأسماك دي في منها نوعين، في منها نوع مفيد للأسماك وفي منها نوع ضار للأسماك. اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي احنا هنخرجه من الخياشيم بتاعت الأسماك دي، ده اللي هو النوع اللي هو بيسبب ضرر للأسماك. زي ما احنا قلنا ان هو بيلتصق بالخياشيم بتاعتها وبيمتص الدماء بتاعتها، بيتغذى على الأسماك. فتخيلوا مثلا لو اتنين في الخياشيم وواحدة في الفم، حالة السمكة دي هتبقى ايه يعني؟ اكيد هتبقى توصل لمرحلة ان هي تبقى ضعيفة وهزيلة جدا، وكل الغذاء اللي في جسدها مستنفذ يعني، وبتمتصه المخلوقات دي. طبعا في بداية الأمور إن هو مجرد ما بيلتصق بالجانب بتاع السمكة، بتحاول يعني ممكن تحتك بالصخور أو بالأعشاب البحرية أو بأي حاجة إن هي تشيله من على جلدها، لكن هو للأسف بيبقى متمسك جدا، وبيدخل زي ما احنا قلنا من الخياشيم داخل رأس السمكة على الفم. هنوري لحضراتكم واحدة كده، هنحاول نخرجها برضو من فم السمكة. زي ما حضراتكم شايفينها كده بتبقى ملتصقة في اللسان. ده كده شكلها بعد ما بتخرج من فم السمكة. طبعا فما بالكم تخيلوا كده العناء اللي بتعانيه السمكة من ألم أو ضعف، خصوصا لو السمكة اللي البيئة اللي هي بتعيش فيها ما فيهاش طعام كتير تتغذى عليه كويس. فطبعا بيبقى الضرر كبير بالنسبة للسمكة، ان هي بتبقى زي ما بيقولوا كده جلد على عظم، بيبدأ يمتص كمية غذاء كبير من الأسماك، خصوصا زي ما احنا قلنا انه لو كذا قطعة دخلوا السمكة. طيب بالنسبة للبشر ضرره ايه؟ يعني انت ممكن تشتري أسماك يطلع فيها الطفيل ده، ممكن ما ترميش الأسماك، لأنه هو مجرد ما انت بتنضفه كويس وبتبدأ تشويه أو تقليه، الحرارة كفيلة تماما ان هي تقضي على اي ضرر للمخلوقات دي، حتى لو انت ما خرجتوش من السمكة، لان هو الضرر بيبقى على السمكة مش على الانسان. الطفيل التاني اللي هو القمل التاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو المفيد، ده اللي انتم ممكن بتشوفوه او بنشوفه دايما، بيبقى ملتصق باسماك القرش او بالحيتان او بالاسماك الكبيرة. بيبقى ملتصق بيعمل ايه؟ بينظف الأسماك من الحاجات الفضلات الأكل اللي بتبقى على الأسنان بتاعتها أو على الجلد بتاعها، علشان ما تعملش بكتيريا أو ميكروبات.
فهو بيبدأ يتغذى عليها. ده بيبقى طفيلي او قمل مفيد شوية لبعض الاسماك، بس ده ايه للاسف للاسماك الكبيرة فقط. لكن في اللي احنا شفناه دلوقتي اللي هو ده بيبقى ضار بالاسماك. طبعا هو ممكن في ناس كتير مننا ما شافتوش قبل كده، بس احنا قلنا نوريه لحضراتكم بحيث ان الناس تعرفه.